راح اسولف لكم سالفتي القديمة. طبعا سالفتي هاي ما حد سامعها قبل، اول مرة ارويها. طبعا مرة من المرات اني كنت يعني كنت مو بس رئيس قلت لكم انا كنت رئيس، بس اني الحقيقة كنت كنت رائد فضاء. رائد الفضاء عنده مهمات هواية، يسافر للكواكب، يسافر للأقمار، يسافر ويسافر ويسافر للمجرات، ويسافر ويسافر ويسافر. طبعا أنا مرة من المرات سافرت ورحت حاجيت سكان الفضاء، قلت لهم شلونكم؟ احنا سكان الأرض اجيناكم بسلام. قالوا لنا هلا بيكم، هلا بالأرضيين، احنا نحبكم ونريدكم تجون يمنا. قلت لهم ما يخالف، واشيل الكوكب مالهم كله واجيبه بكوكبنا والله. وطاح بكوكبنا وعاشوا بسلام ويانا. زين احكي لكم هاي السالفة. مرة من المرات انا كنت مصلح مال تليفونات. هاي من كنت كبير، كان عمري قد كان عمري 50 سنة. كنت اصلح موبايلات، يعني اصلح الموبايل بنص دقيقة، مو بنص دقيقة، لا. هاي هواي علي نص دقيقة. ثانية وحدة هاي يعطيني موبايله اجعله قبل اكظه بيدي يشتغل والله. ما كان واحد مثلي يصلح موبايلات، عوفك من مصلح الموبايلات. مرة من المرات كنت اني يعني احد الشخصيات المهمة بالعراق، مو بس بالعراق، بالدولة كلها. كنت اني كنت اقوى واحد بالمصارعة، ما حد يقدر يصارعني. يعني اذا طق لي واحد ببوكس تلقاه بامريكا، بالعراق يروح لامريكا ببوكس واحد، اطيره بالهواء ورجعه، اوديه للشط ورجعه عطشان والله. وكانت كل عضلة بقد البيت مالنا، بكل عضلة، يعني كل عضلة من عضلاتي تساوي لها مجرات هاي قوية. هي اللي كانت ما حد يقدر يكبها. قبل لا تبدي المعركة يلقون المصارع ماله طايح بالقاع، والله ما يقدر، مستحيل. خلنا احكي لكم سالفتي الأخيرة. مرة من المرات اني اشرت بصبعي على تريلا كبيرة، قطعتها نصين. هاي اول مرة تصير بالعراق، انا الوحيد اللي سويتها. واتمنى تكذبون مثلي